تحياتي للجميع. طبعا خسارة ريال مدريد أمام ليل، طبعا امبارح ما قدرتش أدخل، كانت في ظروف عندي ما قدرتش أعمل فيديوهات. ف ريال مدريد امبارح خسر من ليل 1-0. مباراة كانت كارثية لريال مدريد، أداء كان سيء جدا. بدأت الإدارة تحس إن في شيء مقلق. ممكن يبقى الكلام في الإعلام كلام مطمئن وان الفريق هيستعيد مستواه، لكن لا، الكواليس بتقول لا غير كده. معظم الناس القريبة بتقول لا، في قلق. لان امبارح في غرفة خلع الملابس في لعيبة قالت احنا وصلنا للحضيض، احنا في ايه؟ يعني انا اكتر جملة مقنعة جدا في تشكيل في الحديث عن ريال مدريد: السنة اللي فاتت الفريق كان معاه لعيبة اقل او جودة اقل بس الاداء كان افضل. السنة دي العكس، انت معاك لعيبة احسن بجودة اقل. البعض بيتكلم ان المشكلة في توني كروس. المشكلة مش بس في توني كروس ان هو مشي. مشكلة ريال مدريد الحقيقية السنة دي لا في الدفاع ولا في الهجوم. مشكلة ريال مدريد في تدوير الكورة. ازاي اقدر امسك كورة، استحوذ على الكورة، اسيطر على الكورة، وبعدين اقدر امررها لخط الهجوم بسلاسة. ريال مدريد عنده مشكلة. أنشيلوتي يفكر بجدية إنه يلعب أردا جولر. ليه أردا جولر؟ لأنه أردا جولر أكتر لاعب في وسط ملعب ريال مدريد يقدر يسيطر على الكورة ويقدر يكون عنده الفنيات والجماليات. طيب أنت لو هتلعب أردا جولر هتلعب بإيه؟ أولا لو لعبت بأردا جولر يبقى أنت غالبا هتستغنى عن رودريجو، وتخلي أردا جولر رابع نص الملعب مع بلينجهام وشواميني او كامافينجا مع فالفيردي. مفيش حل تاني. فينيسيوس ومبابي لازم يلعبوا، يبقى رودريجو هو الضحية. وغالبا ممكن انشيلوتي يفكر فيها، لان اردا جولر وممكن بعد كده ابراهيم دياز لما يرجع من الاصابة، بس اردا جولر هو اكتر لاعب حاليا في ريال مدريد ريال محتاجه عشان يقدر يسيطر على الكورة. ريال مدريد عنده مشكلة في ان الفريق ما عندوش قدرة انه يكسب بره ارضه. يعني ريال مدريد السنة دي معاناة شديدة جدا، ما كسبش غير مباراة واحدة في 5 ماتشات لعبهم بره أرضه. فدي مشكلة. الأسوأ بقى إن ريال مدريد الماتشات الجاية هيلعب ضد سيلتا فيجو بره أرضه، هيلعب قصاد فياريال ودورتموند على أرضه. طبعا ماتشين صعبين، لكن ريال مدريد يقدر يعدي ماتشين فياريال، وهيلعب مع برشلونة برضه من الماتشات الصعبة، وهيلعب مع فالنسيا أكيد ماتش شرس جدا. فريال مدريد الماتشات الجاية بتاعته مش سهلة. عنده فالنسيا وعنده فياريال وعنده برشلونة وعنده سيلتا فيجو وعنده دورتموند وعنده الميلان وعنده اوساسونا. فريال مدريد الفترة الجاية ممكن الدنيا تتغير تماما، ممكن الفريق يستعيد مستواه، ممكن الفريق يستعيد بريقه. لكن حتى الآن الوضع لازم يقلق جمهور ريال مدريد، لأن هم خايفين إن الفريق يرجع لأيام الجالاكتيكوس اللي هو الموسم يهرب بدري. طيب السؤال الآن: هل يتم إقالة كارلو أنشيلوتي؟ صعب قوي، إلا لو حصلت كارثة. يعني مثلا الفريق يطلع من دور ال16، الفريق يطلع من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وقتها ممكن يمشوا أنشيلوتي. لكن طالما حتى لو الفريق مش حلو في الدوري، طالما الفريق ماشي في دوري الأبطال أنشيلوتي هيكمل. فصعب جدا إن أنشيلوتي يمشي، لأن الموضوع مش سهل على الإطلاق. وانا برضو اشعر ان من ضمن مشاكل ريال مدريد التشبع. يا اخوانا، ان اشعر ان الجيل ده تشبع شهرة وتشبع بطولات. يعني الشهرة اللي غير طبيعية اللي حصل عليها فينيسيوس وفالفيردي اعتقد ممكن يكون لها دور. وخلي بالك ده عامل انساني لا يمكن التغافل عنه. عادي، لا، ممكن الفريق يتشبع، ممكن المجموعة تتشبع، تشعر ان هي خلاص عملت اللي عليها. مش اكيد مش هيتعمدوا الخذلان او الخسارة، لكن في نفس الوقت ممكن تلاقي الدنيا يبقى الحدة في التدريبات اقل، الشراسة اقل. ويمكن الماتشات اللي تعثر فيها النادي هذا الموسم بالبداية ممكن تكون هي الوقود اللي يخلي اللعبة تتجمع نحو هدف آخر، وهو إسعاد جمهور الفريق الملكي.